السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسناء صادق. اهلا بيكم واهلا بكل المتابعين. النهارده فيديو مهم جدا جدا يا جماعة عن الموضوع اللي بيقابل المشكلة اللي بتقابل معظم الناس، وهي شكوى كل الاطفال او معظم الاطفال من الكتابه الكتيره، ومن ان ايديهم بتوجعهم، ومن يا خلاص يا ماما ايديا وجعتني انا مش قادره اكمل الواجب بتاعي. هل الطفل بيبقى صادق؟ هل بيمثل عشان يهرب من الواجب؟ وارد ان يكون الطفل بيمثل ان هو يهرب من الواجبات الكتيره بتاعته. وارد فعلا ان الطفل تكون عضلات ايديه لسه ما اتدربتش على الكتابه الكتيره، وده بيحصل مع اطفال كتير جدا جدا اللي هم ما خدوش تدريبات قبل ما يمسكوا القلم. تدريبات قبل ما يمسكوا القلم، لان مهم جدا جدا التدريبات قبل ما الطفل يدخل على طول على مسكه القلم. لازم انا بدربه كتير جدا قبل موضوع مسكه القلم دي، لان فعلا بتبقى عضلات الايد الدقيقه المسؤوله عن مسكه القلم والكتابه بتبقى ضعيفه عند الاطفال. فاحنا عندنا الكتابة زيها زي اي رياضة بيمارسها الطفل. ينفع الطفل او اي حد من الكبار حتى يدخل على اي رياضة يلعبها من غير ما يتدرب او يعمل التدريبات الاولية قبل ما يدخل على ماتش الكرة على طول. فهي نفس القصة بالظبط، الكتابة نفس القصة بالظبط. ان احنا لازم بنعمل تدريب للاولاد الاول. في اولاد بيبداوا مثلا نقول لهم يبداوا بالتلوين، يلونوا واحده بواحده كده، وبعد كده يبداوا في الكتابه. فالغرض من التلوين لما نقول الطفل لون الاول، ده معناها ان احنا بندربه على مسكه القلم الصح. والاطفال كل ما لونوا كتير قبل ما يبداوا الكتابه كل ما بيبقوا احسن. طيب الولاد كبروا دلوقتي والمشكله كبرت دلوقتي وما احناش قادرين نكتب الواجبات بتاعتنا. في اطفال يروحوا مع المدرسه بتاعتهم، وده بيحصل معايا شخصيا، يكتبوا كتير جدا ويكتبوا بسرعه جدا، وفي البيت مجرد ما بيمسك القلم ويكتب كلمه واتنين، يا ماما ايدي وجعتني، يا ماما مش قادر، صوابعي وجعتني. طبعا يصعب على الام تقول له طب خلاص ما تكملش، وياخد ويتعود على كده. فاحنا عشان نطمن ان هو فعلا مش بيقول كده وبس، لان وارد فعلا يكون ايده بتوجعه، احنا هنقول على التمرينات اللي احنا المفروض نستخدمها. وكمان ككبار، في ناس كبار بيعانوا من المشكله دي فعلا. يعني في ناس كبيره اصلا بتعاني من مشكله ان مجرد ما بتمسك القلم وتكتب شويه صوابع ايديها بتوجعها، ومن هنا برضو الايد بتوجعها. فاحنا هنبدا دلوقتي نقول شويه تمرينات وتدريبات نعملها مع الاطفال كاننا بنلعب بالظبط معاهم، بس ده كله بيبقى بيركز على الايدين وعلى الكتابه. تمام. اولا يا جماعه لما باجي استخدم القلم، يا ريت لو بنستخدم مع الولاد الكبار لما بيكتبوا بالقلم الجاف، يا ريت لو احنا بنكتب هنشيل الغطا بتاع القلم، نشيله خالص. هو ملوش اي لازمه خالص والطفل بيكتب، هو بيتقل القلم، فده بيأثر على عضلات الايد الدقيقه اللي بيكتب بيها، فطبعا صوابعه بالتالي هتوجعه. وفي اقلام الغطا بيبقى فيه هنا جزء معدن كده، فده طبعا بيبقى صعب جدا وبيبقى تقيل على ايد الولاد، هم مش بيحسوا ان هو ده السبب. فاحنا بنكتب هنشيله وهنكتب بيه كده هيبقى اخف، ونختار اخف قلم. تاني حاجه بلاحظها اليومين دول منتشره قوي، القلم الرصاص اللي هو بيبقى فيه استيكه كده كبيره من فوق، وبتبقى الاستيكه على رسومات للبنات ورسومات للولاد، واجي امسك الاستيكه لوحدها تقيله اتقل من القلم بمراحل، وتلاقي الطفل مركبها في القلم وعمال يكتب بيها. طبعا ده غلط جدا جدا جدا، لان طبعا بتقل القلم، وكل ده ضغط على عضلات ايد الطفل. طيب ايه بقى نعمل؟ دي تعليمات كده قبل موضوع التدريبات، يعني دي تعليمات في الكتابه. استخدم قلم خفيف ونشيل الغطا بتاعه لو بيكتبوا بالقلم الجاف. وتاني حاجة القلم لو فيه الاستيكة بتاعته تقيلة بنشيلها خالص ويكتب من غير الاستيكة نهائي. تاني حاجة بنعمل ايه؟ بنعمل تمارينات لايدينا اللي احنا بنكتب بيها عادي. يعني بنمسك ايدينا كده وبنبدأ ايه؟ صوابع ايدينا نتنيها كده، نتنيها لورا، نفرد ايدينا، او هعملها عشان تشوفوها، ونبدأ نتني ايدينا لورا، نتني ايدينا لورا، ونقول للطفل اعمل كده ونعد لحد 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. نعمل ده مثلا 3 مرات ونكرره 3 مرات في اليوم، يعني 3 مرات ورا بعض نعد لحد 8 و3 مرات نكرره في اليوم. نعمل ايه تاني؟ هنفرد ايدين الطفل كده وهنوصل الصباع ده للصباع ده على قد ما يقدر كده اهو. شايفين صباعي ده راح فين؟ اهو. تمام.
وبرده هنثبته كده وهنعد 1 2 3 4 5 6 7 8. هنكرره برده ده 3 أو 5 مرات ورا بعض، وده على 3 مرات في اليوم اهو، يثبت كده نوصل ده لده اهو، لان ده طبعا اللي بيمسك بيه القلم. تمام اهو. طيب تاني حاجه ايه؟ احنا بنفرد ايدين الطفل على الترابيزه كده اهو، كده باينه. تمام. وبنبدا نرفع صباع صباع كده، ننزله، بعدين التاني والتالت والرابع والخامس، كأن بنلعب لعبه كده بسيطه مع الولاد، ويعملها بشكل سريع. طيب تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب بقى حاجات من البيت عندنا، انا مجهزه لكم حاجات اهيت علشان تشوفوا هنعمل بيها ايه. طبعا من الحاجات المهمه قوي اللي بتقوي عضلات الدقيقه في ايد الطفل الصلصال. الصلصال يا جماعه مهم جدا، في الصلصال الطبي، بس بلاش التاني ده اللي اسمه ايه، اللي هو خامته غريبه اللزجه ده، عشان هو صحيا مش يعني مش كويس على الاطفال. فخلينا في الصلصال الطبي او عجينه. انا عملت لكم عجينه اهي، رحت عجنت لكم عجينه عشان اصور لكم الفيديو اهو. عجينه بشويه دقيق هتعمليها، والولاد هم اللي يعجنوها بنفسهم معاكي في المطبخ. واهو هيقعد مجرد ما بنعمل كده بالعجينه، شايفين اصلا ايديا وصوابع بتتحرك على طول ازاي اهي. ويبدا بقى يقطع العجينه او يقطع الصلصال. شايفين ايدي الثلاث صوابع اللي هم بيمسكوا القلم اهو، هو اللي انا شغاله عليهم اصلا اهو. تطلبي منه قطع حتت صغيره اهو. شايفين الحركه دي؟ دي تمارين اصلا للصوابع من غير ما نحس اهي. تمام. نمسك مثلا بالعجينه برضو، نعمل افكار كتيره قوي 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 بالعجينه او بالصلصال. ويا ريت عجينه وتجيبي لون من عند العطار وتحطيها عليه، بقت صلصال خلاص، صلصال ملون. نبدا مثلا نعمل العجينه كده او على الترابيزه كده. تمام. وتخلينا ما جبتش سكينه، تخليه يجيب سكينه. ماشي، سكينه، وتقولوا له بقى سكينه بلاستيك طبعا، اللي هي بتبقى زي الشوك البلاستيك دي. ويبدا يقطع ايه العجينه كده، باينه اهي. هيقطع العجينه قطع قطع قطع، كل ده بطريق اللعب، عن طريق اللعب. تمام. ونعملها تاني، ويلا نقطع. بعد ما نقطع نعملها كوره اهي. تمام. هنقطع حته عجينه وهنعملها ايه، كوره. خلاص. بعد ما هنقطع الكور نفرد الكور بصوابعنا كده برضو، زي ما انت بتعملي اي حاجه في المطبخ كده. تمام. الشغل بالعجين حلو جدا جدا جدا، وبيقوي عضلات الايد. تمام. يبقى ده حاجه. تاني حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب عمله فضه. الجنيهات طبعا افضل، لان الجنيهات اتقل، يعني كل ما كانت الحاجه تقيله كل ما كانت هتجيب نتيجه اكتر. تمام. هنبدا نقول للطفل ايه، هنعمل الجنيهات كلها كده، ويلا جمعها لي. طبعا هو ما هيصدق، دي لعبه جميله وشيقه بالنسبه له. تمام. بس طبعا تكوني قاعده جنب الطفل علشان ما يحطهاش في بقه. هنعمل ايه الاول؟ هنبدا اهو. طبيعي انت لما بتمسكي الفلوس بتمسكيها بايه؟ بالثلاث صوابع اللي هم برضو بيمسكوا القلم. فالجنيه تقيل، هيبدا مع مش بالنسبه لنا احنا، بالنسبه لايدين الطفل طبعا. فيبدا يجمع لك الجنيهات كلها ويحطها في ايده الثانيه اهي. يجمع كده ويحطها. انتوا ما تستهونوش بالتمرين ده، علشان تخيلوا ان في طفل مش هيعرف يعمل الحركه دي. الاطفال اللي ايديهم ضعيفه قوي مش هيقدر يشيل الجنيه كده زي ما انا بعمله كده. وجربوا، هتلاقوا الطفل عمال بيعافر انه يحاول يشيله ويرفعه كده من على الترابيزه. فهتلاقوه ممكن يسحبه كده علشان ينزله من على الترابيزه، علشان يخلص ويختار طريقه اسهل. لكن انت قولي له لا، هاتهولي كده القطه كده بايدك. فهيحاول انه يلقطه كده ايه بايده. اول مره هتخليه يجمع العمله كده من الايد دي ويحطها في الايد دي اهي. انا بعملها بالصعوبه اساسا على فكره، فهتبقى حلوه قوي للطفل، علشان هتقوي دي بقى قوي قوي عضلات ايده، وتقل الجنيه في ايده هيفرق. الناس اللي بتتفرج علينا من الدول التانية طبعا ده ما اسموش جنيه عندكم. كل واحد بقى يقول لي اسمه ايه عنده، العمله بتاعته ايه. في ناس متابعاني كتير قوي قوي من الجزائر ومن العراق ومن اليمن ومن عمان ومن السعوديه طبعا. فيقولوا لي بقى ده عندكم اسمه ايه، العمله بتاعتكم.
اهي شوفوا انا جمعت ازاي. دي مرحله. تمام. لو الطفل مش قادر ابدأي معاه باللي هو النص جنيه، اخف شويه، وبعد كده الجنيه. طيب نعمل ايه تاني؟ حلو قوي ان احنا نشيلها ونحطها في نفس الايد اهي. اشيله واحط في نفس الايد. انا كنت بشيله المرحله الاولى واحطه في ايدي دي، لا انا هشيله كده وفي نفس الايد اهي. دي بيعمل تقل على الايد اكتر وتقويه للعضلات اكتر اهي. تمام. لحد الكميه ما تخلص وكاننا بنلعب بالظبط، ما عملناش اي حاجه صعبه على الطفل. تمام. ايه تاني ممكن نعمله مع الطفل؟ الكوره اللي احنا بنجيبها ما احناش عارفين استخداماتها خالص. الكوره دي، الكوره اللي هي الطريه دي اللي بيقولوا دي بنجيبها علشان التوتر والعصبيه، ان بنكون عصبيين او متوترين نعمل بيها كده، مع ان هي بتزود لي العصبيه. مش عارفه هي ازاي بتمنع العصبيه، بس لما الواحد يقعد يعمل كده كتير انا مش عارفه، انا هي بتعصبني مش بتهديني. فهم بيقولوا ان هي للتوتر. ممكن فعلا تكون يعني بدل ما الواحد يتغاظ من حد يعمل كده، يحط غيظه في الكوره. فاحنا هنستخدمها مع الطفل ايه؟ ان هي تقويه العضلات. هنجيب له طبعا في منها احجام، في الكبير وفي الصغير. احنا هنجيب له الصغننه ده عشان هي ايده صغيره كمان اصلا، فنحاول نجيب حجم اصغر وهنقول له يلا هنضغط على الايه؟ الكوره اهي. شايفين القوه؟ يعني دي اقوى من العجينه. العجينه مرحله اولى طريه، لكن دي اجمد شويه. فطبعا لما بيعمل كده ايديه وعضلات ايديه بتتقوى. تمام. ده اول استخدام ليها. بعد كده ما قعد يلعب بيها كتير كده، كل ده بايديه اللي بيكتب بيها. لو بيكتب بالشمال يبقى تركزوا كل ده على الشمال، لو معظمهم طبعا بيكتبوا باليمين يبقى انا هستخدم دايما الايد اليمين اهو. تمام. ايه تاني بعد كده؟ الكرة عملناها كده، نعمل ايه تاني؟ هنمسك الكرة بالثلاث صوابع اللي انا بكتب بيهم كده، خلي الطفل يمسكها كده، وبرده اهو بيضغط بالطريقة دي اهي. تخيلوا دي بقى هتخلي ايديه قويه جدا جدا جدا، ونقولوا انت كده هتبقى بطل. تضحكي عليه بقى وتقولي وريني عضلاتك، ده بعد التمارين دي عضلاتك بقت قويه، انت بقيت قوي، انت كده تعرف تكتب كتير جدا، انت كده هتبقى شاطر. ونشجع الطفل، هيجيب معاكي نتيجه سريعه جدا اهي. تمام. دي التمارين بتاعتنا، وان شاء الله هتجيب نتيجه كويسه جدا مع اولادكم. جربوها كلكم، ومستنيه تعليقاتكم ومستنيه رايكم في الفيديو. واللي مش مشترك يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصل له كل فيديو اعمله. ويا ريت يا جماعه اللي مشترك عندي ما ينسانيش في اللايك، لان ده بيساعد على نشر الفيديو جدا جدا جدا. ودعواتكم عشان نوصل للدرع الفضي، قربنا خلاص. ننشر بقى الفيديو على قد ما نقدر، وننشر لينك القناه على قد ما نقدر، وربنا المستعان ان شاء الله. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.